السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. سنتحدث اليوم عن العشرة المبشرين بالجنة، أولئك الصحابة الكرام الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. لنبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، رفيق النبي المخلص وصديقه الصدوق. كان أول الرجال إسلاما، ووقف إلى جانب النبي في أشد المواقف وأصعبها. ثانيا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الملقب بالفاروق، الذي ميز الحق عن الباطل، اشتهر بقوته في الدين وعدله في الحكم. ثالثا، عثمان بن عفان رضي الله عنه، صاحب الحياء والكرم، تولى مهمة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد كما كان عاهد، كما أنفق بسخاء من ماله لنشر رسالة الإسلام. رابعا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة، عرف بشجاعته في المعارك وحكمته في القضاء. خامسا، الزبير بن العوام رضي الله عنه، الذي كان أول من سل سيفه في سبيل الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سادسا، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الذي ضحى بنفسه لحماية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولقب بالشهيد الحي. سابعا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، التاجر الماهر صاحب اليد السخية، ساهم في دعم الإسلام بكل ما يملك من مال وجهد. ثامنا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، القائد العسكري البارع في معركة القادسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لدعائه. تاسعا، سعيد بن زيد رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، عرف بزهده وتقشفه في الحياة الدنيا. وأخيرا، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الملقب بأمين هذه الأمة، قاد المسلمين في العديد من الغزوات، وكان محبوبا من الجميع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين على دربهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.